بتبدأ الحكاية مع سونيك وهو بيجري بسرعة رهيبة حوالين الجزيرة. سونيك عايش في عالم مختلف عن عالمنا وعنده قدرة خارقة على السرعة، وده خلى الأشرار يحاولوا يوصلوا له عشان يستغلوا قوته. سونيك بيرجع للبيت وبيسلم على المربية بتاعته لونج اللي بتحذره إنه ما يجريش حوالين الجزيرة عشان الأشرار، لكن سونيك بيطمنها إنه محدش شافه وهو بيجري. وفجأة يظهر مجموعة من الأشرار قدام بيته ويبدأوا يطلقوا الأسام عليه. لونج بتنقذه وتهرب بيه، ولما الأشرار يحاصروا بينهم بتديله خواتم سحرية تخليه يسافر لأي مكان. كل اللي عليه إن هو يفكر في المكان ويفتح الخاتم. سونيك بيضحك ويستخدم الخواتم عشان يهرب بسرعة. بعد 3 سنين سونيك عايش في مدينة اسمها جرين هيلز. من الحاجات اللي بيحب يعملها إنه يعمل مقالب في الضابط توم. سونيك كان بيحب سكان المدينة وخاصة الضابط وزوجته مادي اللي بتشتغل دكتورة. رغم إن عنده سرعة خارقة، سونيك كان حاسس بالوحدة لأنه ما عندوش أصدقاء. في يوم من الأيام أخد السلحفة وبدأ يلعب معاها، لكن السلحفة جالها صدمة نفسية من سرعته. وبعدها سونيك كان بيتفرج على مجموعة من الأطفال وهم بيلعبوا بيسبول وعجبته اللعبة. بدأ يلعب اللعبة مع نفسه وبيستغل سرعته بقى عشان هو سريع وكده، فكان لعيب. لكنه في الآخر أدرك إن هو وحيد، حس بغضب كبير وفضل يجري حوالين الملعب بسرعة. سرعته عملت حقل مغناطيسي قطع الكهرباء عن مدينة جرين هيلز كلها. اجتمع مسؤولين في الجيش، والعقيد قال إنه حصل انفجار مغناطيسي قريب من المدينة، ومساعده قال إنه ممكن يكون هجوم إرهابي لكن مفيش أثر للأسلحة. قالوا كلهم إن الأمل الوحيد في معرفة سبب الانفجار هو الدكتور إيجمان، لأنه عبقري وحاصل على 5 شهادات دكتوراه. استاهل المستشارين من تعيين دكتور إيجمان كمستشار للتحقيق، لأنه شخص مهووس وممكن يدمر أي شيء عشان يوصل لهدفه. وصل الدكتور إيجمان لمقر الجيش في مدينة جرين هيلز، والعقيد قال له إنه المسؤول عن التحقيق في الانفجار، وبعت طيارات عشان تمسح الغابة وتبحث عن أي دليل. سونيك اكتشف إن الآلات بتبحث عنه، فأخد شنطة الخواتم السحرية وقرر يستخبى في بيت الضابط توم. لما سونيك دخل الجراج، توم سمع صوت غريب فظن إنه حيوان بري. أخد مسدس التخدير ودخل الجراج، لكن اتفاجئ إن سونيك واقف قدامه. سونيك كان عاوز يستخدم واحدة من الخواتم عشان يهرب، لكن توم قدر يسيبه بمسدس التخدير. توم كان لابس تيشيرت مكتوب عليه سان فرانسيسكو، مرسوم عليه صورة ناطحة السحاب. لما سونيك استخدم الخاتم فتح بوابة للمكان ده وشنطة الخواتم فوق ناطحة السحاب. توم حبس سونيك في قفص لأنه كان فاكر إنه حيوان بري. لما سونيك صحي من النوم اتفاجئ إنه بيتكلم مع توم. حكى له عن قصته وإنه كان بيراقب معاه سكان المدينة. وقت ما كانوا بيتكلموا جه الدكتور إجمان لبيته وطلب من توم إنه يخليهم يستخبوا. الدكتور إجمان كان عايز يفتش البيت، لكن توم رفض وقال له إنه مفيش حاجة هنا. الدكتور إجمان قال لتوم إنه يدور في بيته من غير ما حد يعرف. سونيك قدر يستخبى من الآلات، وقبل ما يمشي الدكتور إجمان سمع صوت في بيتهم ودخل البيت بالقوة. ساعتها اكتشف شعرة من شعر سونيك وبدأ يتهم توم إنه كذاب. وقبل ما يقضي على توم ظهر سونيك وأنقذه. ركب توم وسونيك العربية وهربوا من الدكتور إجمان، ووصلوا لمحطة البنزين ونزل توم من العربية عشان يجيب أكل، وطلب من سونيك إنه يقعد في العربية. لما مشي توم شاف سونيك مجموعة من الناس وهم بيحتفلوا، فراح يحضر الحفلة. ولما وصل اكتشف إن سونيك مش موجود في العربية، فبدأ يدور عليه في الحفلة. وأثناء ما كانوا بيتكلموا سونيك حكى لهم إن شخص وحيد وحياته تعيسة. بدأوا يلعبوا مع بعض ويقضوا وقت ممتع. قبل ما يمشوا سونيك اتخانق مع عصابة وبدأ كل الناس اللي في الحفلة يضربوا بعض. وسونيك بقى استخدم قوته الخارقة وقدر يغير ملابس الناس، وأخد توم وهربوا. وبعد كده وصلوا للفندق وشغل توم التلفزيون واكتشف إنه مطلوب للعدالة وخلاص بقى إرهابي في نظر الشرطة. قال له سونيك إن الخواتم السحرية من ناطحة السحاب في سان فرانسيسكو. تاني يوم ركب توم وسونيك العربية عشان يروحوا سان فرانسيسكو، وفي الطريق هجم عليهم الدكتور إجمان ورمى خطاف على عربية توم. حس انهم في خطر وبدأت قوة سونيك تشتغل ودمرت عربيات الجميع. استخدموا عربية احتياطية وكملوا المطاردة. ولما عرف الدكتور إجمان انهم هربوا منه بعت لهم طيارة صغيرة قطعت سقف السيارة بالليزر. كان في قنبلة، ولما عرف وقف السيارة في الغابة عشان يرمي القنبلة. المشكلة بقى ان القنبلة لزقت في ايد سونيك في الاخر. هو قدر يتخلص منها لكن اتصف الانفجار واغمى عليه. ما قدرش توم غير انه ياخد سونيك لزوجته مادي اللي كانت بتدور اختها. ولما وصلوا رفضت اخت مادي تدخلهم وكانت عايزة تبلغ الشرطة، لكنهم ربطوها في الكرسي. وبالفعل صحى سونيك وبدأ يجري بسرعة كبيرة. ومادي سألته ايه اللي بيحصل معاه. حكى لها توم عن كل حاجة. وبنت اخت مادي شافت سونيك وقررت تديله الكوتشي بتاعها لانه كان مخروم. سونيك فرح جدا لان دي اول هديه ياخدها في حياته. توم ومراته قرروا يروحوا مع سونيك لسان فرانسيسكو عشان يجيبوا الخواتم. في نفس الوقت كان الدكتور إجمان بيحلل شعر سونيك، وقدر بقى انه يستخدم قوتها ويدمجها مع آلاته عشان تبقى سريعه زي سونيك. وصل التلاتة للمبنى اللي فيه الخواتم، وطلب سونيك من موظف الاستقبال مفتاح سطح المبنى. وصلوا سطح المبنى ولقوا شنطه الخواتم، وودع سونيك توم ومادي
واستخدم سرعته الخارقة عشان يدمرهم، لكن الدكتور إيجمان فعل سلاحه السري واللي هو يعني شعر سونيك، وده خلاه آلته سريعة جدا. بدأ يطارد سونيك في شوارع سان فرانسيسكو. سونيك فتح بوابة باريس عشان يهربوا من الدكتور إيجمان، فتح بعدها بوابة لأهرامات مصر، وبدأ يستخدم رمل الصحراء عشان يضلل الدكتور إيجمان، لكن إيجمان فضل وراه لحد ما رجعوا مرة تانية لمدينة جرين هيلز. حاصر إيجمان سونيك، وقبل ما يقضي عليه تسلل توم وراه وضربه، لكن إيجمان قدر يتغلب عليه ورماه على الأرض. شاف إيجمان إن سكان المدينة وقفوا جنب توم، ولما سألهم ليه بيدافعوا عن سونيك قالوا له إنه بيعتبره صديقه وإن هو ما بيسيبش أصدقائه لوحدهم. لما سمع الكلام من الغيبوبة قال إيجمان إنه عاش حياته كلها بيهرب، لكن جه الوقت عشان يقف ويدافع عن أصدقائه. بعدها فتح سونيك بوابة لمكان مهجور باستخدام خاتم من اللي معاه، استخدم قوته ورمى إيجمان ناحية البوابة. قال لتوم وسكان المدينة إنهم ما يقولوش لحد إن سونيك موجود. تاني يوم جه مسؤول كبير من الجيش لبيت توم وقال له إن كل التهم اللي عليك دي اتشالت بالكامل، واعتذر له عن الضرر اللي عمله الدكتور إيجمان. لما كان سونيك خارج من بيته عشان يرجع لبيته في الغابة قال له توم إنه يقدر يعيش معاه. سونيك فرح جدا لما شاف أوضته الجديدة، فرح كمان لأنه أخيرا لقى عيلته اللي هيعيش معاهم، وبكده سونيك مش هيبقى وحيد مرة تانية. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، خلاص كده، سلام.